مساء الورد. ان شاء الله اليوم رح نقدم لكم طبق صيني دجاج حامض حلو، كتير سهل وكتير لذيذ. ما تشوفوا المكونات كتيرة، هي بتنقسم لمجموعتين. هلا بقسم لكم اياها بتكون اسهل من هيك. لمكعبات الدجاج رح نحتاج لدجاج مسحب ومقطع مكعبات. ممكن تستخدموا الصدر لحاله، ممكن تستخدموا كل الدجاج. انا سحبت نص دجاجة كاملة، الورك مع الصدر. رح نحتاج لربع كوب طحين، معلقتين كبار، ومعلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار صويا صوص، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. وراح نحتاج لربع كوب مي تقريبا، ممكن اكتر ممكن اقل حسب حاجتكم. لما نخلط بنشوف قديش رح نحتاج. اول شي بنحط المواد الجافة، الطحين والنشا، البيكنج باودر والملح. بعديها ربع كوب المي، ما بنكتر، وبنخفق بنشوف قديش رح نحتاج بعد هيك، والصويا صوص. هي شكل الخليط. بعد ما خلصناه هيك القوام تبعه، لازم يكون سائل شوي. هلا بنضيف عليه قطع الدجاج وبنخلطهم منيح مع بعض. هي هيك شكلهم بعد ما خلطناهم بالكامل. هلا بنتركهم على جنب. خليني احكي لكم عن الصوص اللي رح نعمله بالخضار. فلفل حلو مقطع مكعبات، ممكن تستخدموا الوان. جزر مقطع شرايح رفيعة كتير. بصل ابيض مقطع مكعبات. حاولوا فككوه هيك بهالشكل، فككوا القطع من بعضها. اناناس ممكن تستخدموا فريش، ممكن معلب كمان، بس انا اليوم مستخدمه اناناس فريش. ممكن تستغنوا عنه بهالوصفه، في ناس ما بيقتنعوا هيك مثلا فواكه تنحط بالاكل، بس بصراحه لذيذه جدا مع هالوصفه، بنصحكم تجربوها. رح نحتاج لمعلقتين كبار سكر، نص كوب مي، عصرة ليمونة، معلقة كبيرة نشا، معلقتين كبار كاتشب، معلقة كبيرة صويا صوص، ومعلقة كبيرة خل أبيض. كل المواد اللي موجودة عنا هون ذكرناها، راح نخلطهم مع بعض. سكر، مي، ليمون، نشا، صويا صوص، الخل، وضفت الكاتشب كمان. وهلا بخلطهم كلهم كتير منيح لما السكر يدوب تقريبا. في شغله بصراحه انا ما بحبها يعني، بس انا حابه اعطيكم الوصفه على اصولها 100%. هي هذا ملون غذائي، بس شوفوا الكمية اللي انا استخدمتها، نقطة واحدة بالضبط، نقطة من ملون الطعام الاحمر، مش اكتر من نقطة. وهي شكل الصوص تبعنا. زي ما قلت لكم اشي كتير مهم، انا هاي الملونات الغذائية ابدا ما بحب استخدمها، بس عشان اعطيكم الشكل والنتيجة النهائية اللي بتكون لهالوصفة حبيت احط لكم هالنقطة اللي انا استخدمتها. اول شي رح نعمله، رح نقلي مكعبات الدجاج بزيت الحار. هاي قليناهم وخلصنا. هلا خلينا بس بدي اعطيكم ملاحظة انه لما تيجي تقلوا الدجاج كل قطعة بقطعتها، يعني حطوهم بعاد عن بعض، لانه اذا حطيتوهم مرة واحدة او قربتوهم من بعض القطعة بتلزق بعضها. هيك كل قطعة لازم تكون مفصولة عن الثانية. هلا على نار حامية، بقلاية حامية كتير ومعلقة زيت كبيرة، بنحط الخضار جميعها بدون الاناناس. حطينا الفلفل، الجزر، البصل، بس بنقلبهم. ما بدنا اياه يستوي، بس مجرد اشوف تغير اللون تبع البصل خلص هيك كافي. بدي اياه يضل كرانشي. هلا بنحط الاناناس بنقلبهم شوي مو كتير. هلا بنضيف الخليط اللي عملناه.
بعدها بنضيف قطع الدجاج اللي قليناهم مع بعض. هيك الشكل تبعه بيكون. سبقوهم شوي على الغاز. اذا شفتوه جامد كتير عادي حطوا كمان نص كوب مي. هيك شكله. هي طبقنا جاهز، زينته بالسمسم والبصل الاخضر. طبعا اكيد بتقدموه بالطريقه اللي بتعجبكم. كتير طيب، كتير عن جد، يعني بتمنى انه تجربوه وبالعافيه علينا.